أنا اسمي أيمن، 30 عام، عايش حياتي وسط دوامة ديال التجارة، الربح والخسارة واللقاءات اللي كتجمعني مع الناس. ولكن رغم من هاد الزحام كاين جوج ديال الناس اللي عمرهم ما تبدلوا عليا، حمد وآمين. كبرنا مع بعضنا من أيام الطفولة، كنا ديما صحاب. كبرت معنا الذكريات ديالنا اللي محفورة في قلوبنا بحال شي نقش على الحجر. وسط الروتين الحياة، الخدمة، الزواج، الولاد، قررنا نغيروا الجو. بغينا نهربوا من الضغط ديال المدينة، من الروتين ديال العمل، ومن الهموم ديال الحياة اللي كتضغط علينا كل نهار. هاد المرة قررنا نديرو تريب صغير لمدينة إفران باش نعيشو لحظات ديال الهدوء والراحة بحال ديما، أو بحال اللي كنحلمو بيها. ضحكنا وخططنا ومشينا، ولكن الطريق ما كانتش سهلة. إفران المدينة كتميز بالجمال والهدوء، والتي هي البداية ديال الكابوس ديالنا. حاجة من الماضي اللي كنا كنظنوا أننا نسيناها رجعت تخرج للسطح. شي حاجة كنتمنى نقدر ننساها ولكنها ما خلتناش. دابا وانا كنتكلم معكم كنعرف ان الخطأ اللي درناه زمان غادي يخلينا نخلصوه بثمن غالي. نعرفكم علينا كتار. كما قلت، انا ايمن، 30 عام، عايش حياة حرة في التجارة، ما عنديش بزاف ديال الروتين. كنحب المغامرات والتغيير وما كنقبلش القيود بسهولة. شخصيتي فيها شوية ديال التمرد، كنبغي نقرر راسي، ولكن هاد الشي ما كيمنعنيش نكون جدي وقت الخدمة. عندي طموح كبير باش ننجح، ولكن الحياة علمتني بلي النجاح ما كيجيش بالساهل. أسرة ديالي صغيرة، مازال متزوجتش. كنركز دابا على الخدمة والحرية ديالي. كنحس احيانا بالوحدة، خصوصا ملي كيشدني الضغط. احمد او حمد كما كنقولوا خدام في البنكة. هاد الراجل ديال النظام، ديما هادئ ومنظم، كيعرف كيفاش يتحكم في راسو في الحياة. عنده شخصية كتخليك تثق فيه. صوته هادئ ولكن الكلمات ديالو كتوقع بحكمة. متزوج وعنده ولد صغير، الحياة ديالو مستقرة ولكن روتينية، وهذا اللي كيخليه يطمح لشي حاجة جديدة اللي تخرجه من داك النمط. عنده عقل عملي والمشاعر ديالو كيبان غير للناس اللي مقربين ليه بزاف. كيحاول يوازن بين العائلة والخدمة، وهذا التوازن ما كيكونش سهل. آمين مسير شركة عائلية، مسؤول وكبير في السن شوية مقارنة معنا. عنده عائلة وولاد، شخصيته جذابة، كيبغي يخطط لكل خطوة، وعنده نظرة مستقبلية واضحة. هو اللي غالبا كيتحمل مسؤولية المجموعة، ديما كيحاول يكون القدوة. ولكن تحت هاد الواجهة كاين إنسان عنده لحظات ضعف ما كيبانوش للناس. عنده صعوبة في التعامل مع الضغط ديال الحياة، خصوصا مع المسؤوليات اللي كتزاد عليه. عنده قلب طيب وكيبغي صحابه بزاف، وغالبا هو اللي كيبرد في اوقات المشاكل. دابا نرجعوا للرحله ديالنا. كان الصباح ديال واحد النهار صيفي، والجو مزيون بنسيم بارد خفيف كيهدي القلب. انا وحمد وامين تجمعنا قدام الدار ديالي، كل واحد فينا هز الشنطه ديالو، والعيون ديالو كلها فرح وحماس. هذه هي اللحظه اللي كنا كنتسناوها شحال هادي، نهار غادي نهربوا فيه من روتين الحياة، نعيشوا فيه الذكريات شبابنا والعزوبية اللي كانت ديما كتخلينا نحس بالحرية. ضحكنا، هضرنا على الأيام الدراسة، على الخبز والشوكولات اللي كنا كنقسموه مع بعضنا، وعلى المرات اللي كنا كنفشلوا فيها في الحصة وكيعاقبونا في الدار. حمد كان ديما هو العقل البارد، كيهضر بهدوء ولكن ديما كيقدر يضحكنا بالنكت الخفيفة ديالو. أمين كان كيدير خطط مستقبلية لكل خطوة، ولكن فات الصباح كان حتى هو فرحان، والضحكة ما فارقاتوش. ركبنا في الطوموبيل، والموسيقى ديال أيام الطفولة كانت كدور في الراديو. كنعرفو كل كلمة وكنغنيوها بحماس. الطريق الإفران كان طويل، لكن بين الضحك والهضرة ما حسيناش بالوقت. كنا كلنا متفائلين، كل واحد فينا كيشوف هاد الرحلة بداية جديدة، فرصة نرجعو فيها للشباب ديالنا، فرصة نهربو من الهموم د الخدمة، الزواج والضغط اللي كنعيشوه. كنت كنشوف عيون صحابي نفس اللمعة ديال أيام زمان، داك الحلم البسيط ديال الحرية والفرحة. قلوبنا كانت خفيفة والعالم كامل قدامنا بحال صفحة بيضاء جاهزة نكتبو عليها قصتنا من جديد. ما كناش عارفين بلي هاد الفرحة غادي تبدل قصة أخرى، قصة اللي غادي تحبس الأنفاس وتخلينا نعيشو في الرعب وغموض ما عمرنا ما تصورناه. كملنا الطريق والموسيقى باقا مطلوقة، ولكن شي حاجة بدات كتبان غريبة. أنا اللي كنت صايق، وآمين جالس قدامي، وحمد في الكرسي اللور. ضحكنا غنينا، ولكن في واحد اللحظة
بدات الطريق بحال كتبان لنا طويله، طول من المعتاد، بحال الا ما بغاتش تسالي. سولت احمد واش حنا قرابين، واش ما كملناش شي ساعتين ديال الطريق. جاوبني هو كيشوف التليفون، باقي نفس الطريق ولكن الريسو ضعيف، ما كتبانش ليا الخريطه مزيان. امين بدا يلاحظ حتى هو، هاد البلاصه ماشي معروفه عندي، واش درتي الطريق صحيحه بعدا؟ زربت نشوف التليفون ولكن الصدمه، الخريطه حبسات، ما بقات كتبين والو، وحنا باقيين في الطريق الغابه. الشجر عالي وكيغطي الشمس والضوء بدا كينقص تدريجيا رغم ان الوقت باقي في العشيه. حسينا بشي برد خفيف دخل من الشرجم، ماشي برد عادي. قال امين وهو كيتلفت، هالطريق بحال ما عندها شي نهايه، كل مره كنشوف نفس المنظر، نفس الشجر، نفس التعرجات. ديك الساعه بدات تنقص الهضره والضحك ولا سكات. انا كنحاول نركز في السياقه ديالي ولكن العقل بدا كيشك، واش حنا ضايعين ولا الطريق خدعتنا؟ حمد تكلم بصوت منخفض، حسيت بشي حاجه غريبه، بحال الا كاينه شي حاجه كتراقبنا بين الشجر. ما جاوب حتى واحد ولكن الصمت ديالنا كان هو الجواب. حتى انا حسيت بشي نظرات، ماشي د البشر ولكن شي طاقه كتراقب وكتقيس كل الحركات ديالنا. شفت فجاه واحد بلاصه صغيره على جنب الطريق، فيها واحد شويه د الربيع يابس وواحد طابله مهرسه ودايرين بها 4 الكراسه. قلت ليهم نوقفوا هنا شويه، رجلي عياو والجو بدا يتبدل. امين جاوب وهو كيتنهد، واخا خصنا نريحو شويه، يمكن غير التعب ديال الطريق. نزلنا وكل واحد مشى في كرسي ديالو، ما بين التعب والرغبه في شويه ديال الصمت. الهوا كان ساكن وحتى الطيور ما بقاوش كيغنيو، بحال الطبيعه كامله سكتت وكتسمعنا. انا كنت كنجبد القرعه الماء ولكن شي احساس ثقيل بدا كيطيح عليا، داك النوع ديال الهدوء اللي ما كيطمنكش، بالعكس كيزيد يخنقك. احمد بقى ساكت شويه ومن بعد قال لي كتعقلوا على السبت 17 ابريل؟ انا غير سمعت التاريخ تجمدت، وحتى امين بقى كيشوف في الارض وصوته كان خافت. ما كنتش باغي نتفكر صاحبي ولكن الطريق رجعتني لداك النهار. انا حطيت القرعه وسكت واحد ثواني معدوده، بحال كل واحد فينا كان كيسمع الصدى ديال الماضي في ودنيه. داك النهار السبت 17 ابريل 2005 كان نهار ما كيتنساش، نهار اللي بدات فيه الحكايه كلها، نهار اللي تمنيت ندفنوه نمسحوه من الذاكره ديالنا، ولكن بحال الطين كل ما كنحاولوا نمسحوه كيخلي اثر كتر. انا ايمن كنت باغي نهضر نكسر الصمت ولكن الصوت ما بغاش يخرج. تصاور ديال ديك النهار بدات كدور في دماغي، الضحك، اللعب، الغلط والخوف اللي وراه. كل شي بدا بحال لقطه سينمائيه كدور في بطء، وانا جالس قدام الغابه بحال شي حاجه وسطها كتناديني وكتقول لي ماشي صدفه رجعتوا لهنا، راه جا الوقت. كان حمد كيشرب القهوه ديالو البارده من الترموس اللي جاب معاه، وامين كيشعل السيجاره ديالو وهو كيتفرج في الغابه. انا بقيت ساكت، كنشم الريحه ديال الارض يابسه وكنسمع النسيم البارد اللي كيضرب في ودني. واحد اللحظه حسيت بشي نسمات كتجي من الغابه، ماشي برد عادي، بحال ريحه ديال الرطوبه قديمه ممزوجه بشي حاجه بحال شي عطر ديال نسا كبار ولكن ثقيل كيخنق. قلت ليهم حسيت بشي حاجه غريبه، شي ريحه بحال شي ريحه ديال شي لكاب قديم. حمد شافني وبدا كيشم، فعلا، ولكن يمكن غير من الغابه. امين تعصب شويه وقال هو كيتلفت انا ما عمري شميت شي حاجه بحال هذه في الغابه. ديك الساعه لحمد شي حاجه وسط الشجر، حرك يديه وقال شفتو داك الظل بحال شي واحد واقف كيتفرج فينا. انا شديت عيني مزيان وفعلا كان شي حاجه ما بين جوج دوعه ديال الشجر، شي ظل واقف ما كيتحركش، ما باينش مزيان، ولكن اول ما بديت نركز عليه اختفى. امين ناض وقف وهو كيعاود يشعل السيجاره مره اخرى. يمكن العيب داك يلعب بالعقول ديالنا، او يمكن هاد البلاصه فعلا ماشي عاديه. الساعه كانت قربت للسد العشيه
ولكن الضو بدا كينقص بحال الا دخلنا في غروب مزيف. الطيور اللي كانت كتغرد من بعيد سكتات، والهوا ولا ثقيل بحال شي يد كتحط فوق صدرك وتقول لك بقى ما تمشيش. قلت ليهم واش نكملوا الطريق ولا نزيدوا نريحوا شويه؟ جاوب حمد بشويه خليونا نزيدو غير دقايق، ولكن راه كاين شي حاجه هنا كتراقبنا، انا حس بيها في العظام ديالي. وسكتنا كاملين، كل واحد شارد، كل واحد كيعصر الذكريات القديمه، وكنا حاسين بان النهار اللي باغيين نهربوا ليه ماشي جايين نفرحوا فيه، بحال جايين نتحاسبوا عليه. بقيت ساكت كنقلب في الغابه بعيني، ولكن البصر ما بقاش كيشوف الغابه، بقى كيشوف حاجات اخرين. نهار اخر، نهار السبت، نهار الشمس كانت ضاربه والضحك ديال الدراري داير في الساحه ديال المدرسه. كنت في 2005، كان العقل ديالي جرني لهديك اللحظه بلا ما نحس. كنا انا واحمد، امين وعادل جالسين حدا الكار الصفار، كنضحكوا وكنعاودوا في السخافات، وكان في بالنا غير الفرحه والهروب من القسم. قال عادل وضحك بصوت عالي: معلم ماشي معنا اليوم. وجاوبو احمد: يعني غادي نفرشوا الارض ونغنيو بحال الحماق. امين كان كيبان عليه جدي شويه، ولكن ضحكته كانت حاضره. وانا كنت في داك الوقت مجرد دري كنفكر غير في الساندويتشات ومطيشه وكوكا كولا. ركبنا في الطوبيس، وكانت وجهتنا منطقه جبليه قريبه من المنتزه اللي حدا افران، ماشي افران بالضبط، لكن شي بلاصه عامره بالغابه والوديان ومعروفه بالجمال ديالها. كل شي كان مزيان، المدرسين، التلاميذ، وحتى الحارس ديال المدرسه كان كيهضر معنا بحال صحابو. لكن حنا الربعه كنا عالم ديالنا بوحدنا، كانت كتجمعنا المغامرات، اللعب، القصص والاسرار الصغيره. ولكن ما عمرنا تصورنا هذاك النهار غادي يولي اخطر سر في حياتنا. وصلنا، مشينا للغابه، لعبنا، تصورنا، كلينا، وكل شي كان كيبان مثالي. ولكن ملي قربت العصر كنا كنتمشاو وسط واحد الطريق ترابيه فيها الشجر كتسد السما، ما بقيناش كنشوفوا الشمس مزيان. عادل كان داير راسو هو القائد، داخل القدام وحنا تابعينه. تبعوني. لقيت واحد الكهف صغير، قالها بصوت عالي وهو كيضحك بحال دريشه في كنز. انا وحمد وامين تبعناه. احمد جاب معاه واحد القريعه صغيره فيها بودره بيضاء، وقال هذه كيسميوها النشوه، غير شويه وكتطلع الفوق، متخافوش. ماشي فخر نقولوا هذا الشيء، ولكن كنا جربنا. خديت شويه وحسيت براسي خفيف. امين ضحك، حمد كان كيتفرج فينا وكيدير راسو ذكي، ولكن عادل خدا بزاف بزاف. شفناه كيشم بهستيريا، ولحظات قليله عينيه تقلبوا وبدات رجليه كتنفض وبدا يطيح من فمه وكيغوت بصوت ماشي ديالو، كيضرب في الارض وكيخبط راسو وكيقول كلام ما فهمناش. تجمدنا، بقينا كنتفرجوا بحال البهات. امين قال غادي يموت. جاوبو احمد سكتوا الا مات راه حنا كاملين مشينا فيها. سمعنا شي اساتذه كيعيطوا علينا من بعيد. خاف احمد وقال الحل الوحيد اللي نقدروا نديروه دابا هو نخليوه هنا، راه ما عندنا حتى حل، راه غادي نتحاسبوا كاملين، حنا راه باقيين قاصرين. جريت نعارض، ولكن كنت خايف بزاف. مشينا به جرينا بصعوبه، كان كيتفل وكيتنفض. دخلنا لواحد الكهف وكانت فيه واحد الحفره، وديك الحفره كانت غارقه وفيها واحد الريحه خايبه، ومع ذلك رميناه. ما عرفتش شحال من دقيقه بقيت ساكت. من بعد كل شيء كان كيضرب في ودني، صوت قلبي والتنفس، رجلي كتسخف، وما قدرنا نقولوا والو. خرجنا ساكتين، رجعنا عند التلاميذ، ومن تما عادي رجع مختفي. قالوا الاساتذه انه ضاع، رغم اننا مشينا كاملين نقلبوا وما لقيناش. والشرطه قلبات، التلفازه تكلمات، والاهالي بكاو، والناس تصدقوا، وحنا كملنا القرايه ديالنا بحال ما كاينه والو. لكن هاد السر، هاد الذنب ما عمرنا دفناه. عادي الباقي حي، باقي بشي طريقه حي في الذاكره ديالنا. من داك النهار حياتنا ما بقاتش كيما كانت. رجعنا المدرسه كنكملوا الايام كاننا ما درنا والو، ولكن الحقيقه كنا كنكذبوا على العالم وعلى راسنا. الام ديال عادل كانت كتجي كل صباح قدام الباب المدرسه،
بعينها حمرين والمنديل مشدود في يدها، وكتوقف قدامي انا وحمد وامين وكتقول: فين مشى ولدي؟ ياك نتوما صحابو؟ هو كيعاود لكم كلشي، ما يمكنش ما يقول لكمشي. واش خا لكم شي حاجه؟ ماشي معقول يديره، ما خلاش حتى شي اثار. ياك كان معاكم؟ كنت كنبرد عليها بكلام كتكرر: ما عرفنا والو خالتي، كان معانا وفجأة درنا وما لقيناه. كنقلبوا عليه حتى حنا بحالنا بحالك، لكن في قلبي كنت كنعرف كل شيء. ام ديالو بقات كتجي عندنا لسنين. فاش كبرنا كنت كنلقاها بعض المرات كتسنى حدا الدار ديالي، باغيه غير تفهم، وكتقول لي: انا ما باغاش نعرف شكون السبب، غير قولوا لي واش ولدي مات ولا باقي حي، غير نعرف الحقيقه ونعرف شنو نقول لقبر باباه. كل مره كنبغي نقول ليها، كل مره كنحبس، والذنب كان كيتغدى علينا وما بغاش يموت. باقي عاقل فاش تفناه ديك الغار. خرجنا ساكتين، ماشي ساكتين من الخوف، ساكتين من داك النوع ديال الصدمه اللي كتخليك ما تفهم والو. رجعنا للكار، المدرسه كلها كتغوت، شي كيبكي، شي كيسول، الاساتذه كيحسبوا التلاميذ، وحنا كنا كنتمناو الارض تشق وتبلعنا. في العشيه تجمعنا في الدار امين، كل واحد فينا مشطون، عينينا حمر، قلبنا كيدق بطريقه ماشي طبيعيه. حمد شد التليفون بغا يعيط للبوليس، ولكن امين ضرب له يدو وقال لي بصوت غليظ: غادي نضيعو كاملين، راه مات، غادي يقولك البوليس جريمه قتل، وغادي تشد انت وانا وهو، غادي نتشدو كاملين. سكت حمد. امين قرب للطابله وجبد مصحف صغير من جيبو وقال لينا: غادي نحلفو دابا ما نقولو حتى كلمه، لا دابا ولا من بعد. هادشي مات، ومات معاه السر ديالو. سكتنا شويه، كنسمعوا غير الانفاس د بعضنا، وكنحسوا بشي ضغط على السطر ديالنا. انا قلت لهم: ولكن راح تسببنا في الموت ديال واحد صاحبنا. شحال من ليله كان كينعس معنا في دارهم، وشحال من مرات قسمنا الخبز ديالهم. جاوبني حمد بصوت مخنوق: راه كان غير حادث، ما كناش قاصدين، راه ما كناش قاصدين نقتلوه. ولكن واش القانون غادي يصدقنا؟ ولا الناس ولا العائله ديالو؟ مستحيل. وصدق اللحظه مدينا يدنا على داك المصحف الصغير وحلفنا، كنقسموا بالله ما نعاودو لحتى شي مخلوق، وغادي نعيشو كأن داك النهار ما وقعش. ومن داك النهار بدا شي جزء منا كيموت شويه بشويه. حمد كان كيحاول يطفي الماضي في النجاح، دار بحال ما كاينه والو، بدا كيقرا بزاف، كيشارك في المسابقات، كيخدم على راسو، حتى فاش حصل على منحه وسافر عرفنا انه ماشي كيحقق الحلم ديالو، وانما كيهرب من الام ديال عادل ومن الصوت ديالو اللي باقي داير في ودنو. امين ما قدرش يصبر، داك الصمت والضغط دار فيه خدمته، ولا كيخاف من الضو، كيكره السكات، بدا كيشرب، بدا كياخد داكشي اللي كيهدى الاعصاب غير باش ينعس وباش ما يحلمش. كان اول واحد فينا دار الحجاب مع شفقي، باغي غير يرتاح، غير ينسى، لكن كل مره كيهرب كيلقى داك الماضي واقف قدامه بحال المرايه. وانا كنت كنكتب، ماشي قصص، ماشي مذكرات، كنت كنخربق، كندون اي كلمه كتجيني، كنبكي في وسط السطور، كنقول داكشي اللي ما قدرتش نقوله. كل مره كنقرا ديك الوراق كنحس براسي كنرتاح شويه، ولكن من بعد كنزيد نحس بالذنب. كنقول: انا اللي كتبت، انا اللي ساكت، وانا اللي تفرجت في صاحبي كيموت. ومي كنسالي من القرايه كنحرقهم كاملين. دازو سنوات، كل واحد فينا دار حياته، ولكن داك السر بحال الحجر مربوط في رقبتنا. كل ما بغينا نساوه كاين شي حاجه كتفكرنا. وعارف، الليله ديال الطريق لمدينه افران غادي تفكرنا كاملين. كنا باقيين جالسين حدا داك الطريق المعزوله، الضوء ديال الشمس بدا كيتكسر على الشجر، والبرد بدا كيتسرب لجلدنا. انا كنت شاد مناظري وكنشوف الطريق، وحمد كيحاول يشعل الموسيقى في الراديو ولكن ما كتخدمش، وامين واقف كيشعل الكارو ديالو بحال ديما. وفجاه سمعت شي صوت، ماشي قوي ولكن كان كافي باش يجمد الدم في العروق. صوت مرا كبيره كيجي من بعيد، شي حد يعاونني، الله يرحم الوالدين. تلفتنا كاملين، ما كاين حد، ولكن الصوت كيتعاود قريب كتار،
ومن وسط الشجر خرجات مرأة كبيرة في العمر، لابسة جلابة طويلة بحال قديمة شوية، وجهها مكدس بالتجاعيد، وشعرها مخربق، وفي يديها عصا طويلة. ماشي بحال الناس اللي كنشوفو في الغابة، كاينه شي حاجة في شكل بحال لا الطقس ما اثرش فيها، بحال لا ماشي من هنايا. قربت وقالت بصوت حزين: انا ساكنه غير هنايا حدا الطريق، ولدي مريض بزاف وما لقيت حتى شي حد، حتى شي طوموبيل ما بانت، وتليفوني خاسر. تبادلنا النظرات. امين دار راسو بحال ما كيهضرش. حمد قال ليها: شنو عند ولدك؟ واش خصك نمشيو به للسبيطار؟ هزت عينيها للارض وقالت: ما يقدرش يتحرك وما كيهضرش، وكيهضر بوحدو مع الحيط. سكتنا. انا حسيت بشي حاجه كتخنقني، بحال من الداخل قلبي شي حد كيدق وكيقول لي ما تمشيوش، ما تمشيوش. ولكن وافقنا ووقفنا ومشينا وراها. وما كناش عارفين ان الطريق اللي دازت منها ماشي غير طريق في الغابه، كان طريق السر ديالنا اللي دفناه في الماضي، كان غادي يفيق اليوم. بقات المراه غاده وحنايا تابعينها وكنشوفو فيها بحال شي مشهد ما مفروضش يكون في الحقيقه. امين هو اول واحد هدر وقال: شفتو شحال ديال الصدف اليوم، الطريق طوالت، الراديو خسر، دابا كتخرج لينا مرا من العدم، وبزاف هادشي. حمد زعف شويه وقال: ياك راه قالت ولدها مريض، واش غادي نخليوها تبات في الغابه؟ راه ممكن فعلا محتاج المساعده. انا ما قلت والو، ولكن قلبي ما كانش مرتاح. بديت كنخمم واش فعلا خصنا نعاونوها، واش ممكن يكون في هادشي فخ او اسوأ، الرجوع للماضي. وقفت شويه قلت: لا بلاتي لالا بلاتي، عافاك بلاتي، نزيدو نتاكدوا واش نمشيو معاك لالا. المراه بدات كتبكي: انا ما عندي حتى حد، الله يخليكم، غير توصلوني للدار وتشوفوا ولدي. وديك الساعه تحكموا. سكتنا عاوتاني. امين قال: انا ما غاديش نمشي، ما غاديش نكمل، ماشي معقول هادشي كامل. لكن حمد قرب من المراه وقال ليها: ما تخافيش، يا قولي لنا فين ساكنه. شيريت بيدها بعيد وسط الغابه وقالت: غير شويه القدام، داري صغيره مبنيه بالحجر. انا في هذيك اللحظه كنت باغي نقول لا ما نكملش، ولكن شي حاجه في صوتها او في الدموع ديالها او في الذنب اللي ساكن في قلبي خلاني نقول: وصافي يلا نكملوا، غير نشوفوا شنو كاين. امي شاف فيا وتعصب وقال: ويلا، ولكن غير 5 دقايق ونشوفوا ونزيدوا بحالنا. كملنا طريقنا خطوه بخطوه. الصوت ديال العصا ديالها كيتسمع في الارض، والبرد بدا يتقال في الهواء. كل واحد فينا بدا يحس في الداخل ديالو ان الطريق اللي دخلنا ليها ماشي بحال طرقان كاملين. مشينا وراها وسط الغابه، اغصان كتقرصنا والبرد بدا كيسحب في عظامنا، حتى وصلنا قدام دار صغيره مبنيه بالحجر كما قالت، والباب ديالها مصدي ومشقوق، ماشي كوخ عادي، كان فيه شي حاجه ما مفهوماش. الحيطان ديالها مدور عليهم رموز منحوته بحال زخارف ولكن بلا معنى. واحد سطل مقلوب حدا الباب، وكاين ريحه ثقيله في الهواء، ماشي زباله، ريحه شي حاجه قديمه بزاف، بحال الطياب ديال شي حاجه متعفنه. السيده فتحت الباب وقالت: دخلوا، مرحبا بكم، راه ولدي في الداخل مرمي في الفراش، ما كيهضرش، راه غير يقدر يشير بيديه. دخلنا بشويه، الضو في الكوزينه خافت وكل شي داخل مظلم، كاين غير شمعات صغار في الركن كيدوبوا بشويه. الكوخ من الداخل كان كله خشب قديم، كراسة محروقين من الجوانب، والحيطان معلقين فيهم تصاور بالكحل والبيض، تصاور ديال الناس ولكن ملامحهم ما بيناش مزيان، بحال ليلة دايبين. سمعنا الصوت ديال شي حاجة كتكح، جا من واحد الباب في الركنة، والمرا قالت: ها هو، راه تما، واش قدروا تشوفوه وتطمنوني عليه؟ بقى بيناتنا الصمت. انا حسيت يدي كترتعش. امين دار يدو فمو بحال كيبغي يقولنا سكتو، وحمد تحرك الاول وقال: نشوفو. دخلنا، الباب تفتح وداك الصوت ديال الخشب كيحك في بعضو زاد الحز الخوف. البيت كان ضيق، الضو الشمع كيبين غير نص الوجه،
والريحة بحال ديال التراب فازك وشي دوا قديم. كان ناعس في الفراش ديالو د الحديد، ضعيف، وجهه شاحب وعينيه محلولين، ولكن ما كيشوفوش في شي حاجة، كيشوفوها في الحيط، في السقف او شي عالم ماشي هنا. قربنا، واول واحد شافوه هو احمد، وقال شنو عنده بالضبط. مراتنا هدات، قربت من الفراش وبدت تهاود بصوت مخنوق. كان عنده 14 عام، كان كيمشي بزاف للغابة. مرة قال لي بغا يتسلق واحد الجبل وما رجعش. قلبنا عليه بالايام حتى لقاو شي صيادة مرمي سخفان وضارب وجهه. قالوا لي طاح من الجبل، دواواه، ولكن سكتت شوية ودموعها بدات تهبط. ولكن من داك النهار ما بقاش هو، فقد الذاكرة، ما كيعرفنيش، ما كيعقل على والو. كل مرة كيهرب ليه العقل وكيقول اسماء الناس ما عمرني سمعت بيهم. كيقول ايمان، نحمد، امين بصوت مرتعش، وكيدور وجهه في اتجاهات بحال كيقلب على شي حاجة. سكتات وحنا كاملين تجمدنا. انا حسيت بدقة قلبي كيدقوا في ودني. شفت احمد وامين، لقيتهم كيشوفوا فيا نفس النظرة، نفس السؤال اللي ما قالوهش، ولكن عينهم عارفين الجواب. هاد الوجه كان عارفوه. بقيت كنقلب في الملامح ديالو، نفس البنية، نفس الخط ديال الحاجب، نفس الدقن. واحد الصوت داخلي قال مستحيل. امين طلع الصوت وقالها بحده، شنو قلتي سميتو؟ مرة ردت بحذر، سميتو عدنان. كلشي تشنج، انا حسيت برجلي تنملوا عليا. حتى احمد بدا كيتنفس بصعوبة، اما امين فدور وجهه للحيط. عدنان ولا عادل؟ ما جاوبتش. بغينا نحيدو عينينا منه وهو يهدر. شنو كديروا هنا؟ شكون نتوما؟ شنو باغيين مني؟ كان واقف وعينيه محلولين، وجهه مشدود كأن شي حاجة مرعبة كتفلت من فمه. انا وحمد وامين بقينا نشوفو في بعضياتنا. صافي الكلمات ضاعوا بالخوف شل لساننا. قطعني الصوت ديالو، شكون عدنان؟ انا سميتي ماشي هادشي، ما كنعرفكمشي. موي، علاش دخلتي هاد الناس؟ المرأة قربت منه بدات تهضر بصوت هادي. ولدي ارتاح، هادو جايين غير يعاونوك. ولكن هو بقى كيتراجع اللور بحال شي واحد كيشوف شياطين قدامه. هز حمد صوته وقال اسمع، ما بغيناش نخوفوك، اسمح لينا، حنا دابا غادي نمشيو بحالنا. انا كنت باغي غير نهرب نحيد هاد الكابوس من قدامي، ولكن قبل ما نوصلوا للباب المراه وقفتنا. صوتها تبدل بحال شي حد ما بقاش كيهضر بالصوت ديالو. ماشي صدفه الطريق طوالت عليكم، وماشي صدفه وقفتوا هنايا. سمعنا الكلام تجمدنا. انا اللي خليت الزمان يرجع باش تبصروا الحقيقه اللي دفنتوها. رجعنا نشوفوا بعضياتنا وبدينا كنحسوا ان كلامها ماشي بحال شي مراه عاديه. قالت وهي كتقدم خطوه، انا عارفه كل شيء. نهار السبت 17 ابريل، الكهف، الخوف، واليدي اللي دفنت السر. سكتنا، كنت كنشوفو كنصبر، ولكن الارض ما كتبرد حتى تفضح. وهو الوقت جا، سكت سكلم كان، والظلام تيسحف من نوافذ الكوخ بحال غيم كيخنق الضو. والمراه وقفت وسطهم، وجهها كان مجهد فيه التجاعيد عمرها ما كانت ديال السمان بوحدو. كانت التجاعيد ديال شي حد شايف الويل وشايل السر في الصدر ديالو سنين. قربت من الطابله بحال باغا تحط الوزن ديال داك السر الثقيل على الطابله، وبدات تعاود. كنت كنقلب على الحطاب واحد النهار، كانت شتا خيط من السما والبرد نازل بحال كيغسل الذكريات من الارض. مشيت بعيد الفوق في الغابه، الجهه اللي ما كيمشي ليها حد. كان عندي ديك العاده، كنخرج نهرب من كل شيء، من الصمت ديال الدار ومن الغوت ديال ولدي. سكتات شويه وعيني هزت فيهم الماء بحال الدمعه غليظه بغات تطيح وما بغاتش. وصلت لواحد الكيف ما عمري شفتو قبل،
مع انني كنعرف الغابه بحال كفي، ولكن داك النهار بحال شي حد كان كيسوقني. رجلي ماشي ديالي، دخلت بشويه وكان الظلام كيعلك والرطوبه كتشد النفس. من بعد ما درت شي خطوات عيني شافت شي حاجه تحت، ماشي حجر، ماشي شجره، كان بنادم. امين شد النفس ديالو، حمد دوار وجهه، وانا تحركت فيا شي حاجه خلتني نحبس الدموع ديالي كانت كتغلي من الداخل. وكملات، كان داير على وجهه كان كامل تراب، ولكن شي حاجه في قلبي غوتت، هذا حي ما كنعرفوش، ولكن كان كيتنفس بصعوبه بحال اللي مدفون من القرون وباقي على قيد الحياه غير بالعذاب. جريته بيدي المرتعشه حتى طلعته الفوق، كان خفيف بحال العظام بلا روح، باين عليه بكى، تمحن، تخربق. ولكن من داك النهار انا عرفت راه ماشي ولد عادي. قلت له سميتك؟ قال لي ما كيعرفاش، ولكن مره في الليالي د البرد كيسها وكيبدا يهضر يقول انا ما بغيتش نموت، سمحوا لي انا خفت، ويبقى يذكر اسماء: ايمن، احمد، امين، فينكم؟ هنا تجمدت القلوب. المراه ظهرت بالنظره ديالها علينا كاملين، كل واحد فينا كان وجهه بحال الرماد وعينيه غارقين في شي بحر ما عندوش قرار. قالت ولدي الحقيقي مات، ولكن عادل عدنان باقي حي، وباقي حابس في الجسد ديال الطفل ما كبرش، وباقي تايه. وقفت وسطنا وصوتها ما بقاش فيه تردد: انا ما جيتش بالصدفه، انا كنت كنتسناكم. كلشي تصدم. انا محمد امين ما بين الخوف والدهشه كنقلبو في وجهها على التفسير ما يكونش مرعب، لكن الملامح ديالها كانت واضحه، ما كانش فيها الكذوب. قربت شويه، كنت انا اللي بديت نهضر. حسيت ان صدري ما بقاش قادر يشيل داك السر. اخيرا خرجت الكلمه: هو ما ماتش نهار السبت ديال الرحله، ولكن كان كيسحب لينا هيموت. العيون ديالها تزادت فيهم اللمعه بحال وحده كانت كتعرف الجواب، ولكن كانت كتشوف واش غادي نعترفوا ولا لا. عاودت عليها كل شيء بالحرف: الحفره، الخوف، الدم، الندم، كيفاش رميناه في الحفره بلا ما نفكروا، كيفاش حلفنا من بعد نسدو فمنا الى الابد. سكتات شويه حتى بدات تضحك ضحكه بارده ماشي سخريه، بحال اللي كتقول واخيرا قلتوها. وقبل ما نسولها علاش كتضحك رفعت راسها وقالت: انا كنت عارفه من سنين، ماشي حيت حلمت ولا تخيلت، ولكن حيت هما قالوها ليا. سكتنا، ما بيننا وبينها غير السكون وعيون متفتحه. عندكم فكره شكون هما؟ ما جاوبناش. هزت راسها وقالت: اللي خدامين معايا، خدامي، معاونيني، معلمين ديالي، هما من الجن، مسلمين، ما تخافوش، ما كيأذيوش، ولكن كيعرفوا اللي كتخبيه الارض وكتهمس به الريح. والجواد ديالي كانوا هما الوسطاء، كانوا فحالكم شاهدين على السر، ولكن قلبهم ما صبرش، جاو عندي وعاودوا لي كل شيء. هاد المراه ماشي عاديه، هادشي بزاف علينا. رجعت تكمل: فاش عرفت نيتكم تسافروا طلبت منهم يسدوا عليكم الطريق، يطولوا المسافه وتبقاو تدوروا في دائره ويخليوكم توصلوا لعندي باش كلشي رجع في المكان ديالو. انا حسيت بالارض بدات كدور. حمد شد الحيط، امين بقى كيشوف في الارض، وديك الساعات فهمت ان الرحله ما كانتش صدفه، وان هاد السيده كانت كتعرف من الاول وخططت لكل خطوه باش ما نديروش بحال داك النهار، باش ما نعاودوش نهربوا. بقينا ساكتين، كل واحد فينا غارق في البحر ديال التفكير ديالو. كنت كنسمع غير انفاسنا، كاين اللي كيشد راسو وكاين اللي كيشوف في الارض بحال غادي تجاوبو. قلت في قلبي: واش نعيطوا للبوليس نفتحوا راسنا نرجعوا للور، ولا نخليوها مدفونه بحال ديك النهار؟ هي شافتنا وبدات تهضر بصوت هادي بحال الام كتهضر مع ولادها الصغار: انا عارفه الحيره اللي كتعيشوها دابا، ولكن شوفوا نتوما دابا عندكم حياه، زوجات، وليدات، وبديتو صفحه جديده. بقات ساكته شويه، من بعد زادت: وحشومه نفرقكم ونخلي وليداتكم يكبروا بلا اباء، حيت شي حاجه وقعت وانتوما صغار،
والندم كافي. أمين كان أول واحد يهضر. عادل عارف كل شي، يقدر يقول لوالديه البوليس هادشي. جاوباتو عادل أو عدنان ما كيعرف حتى حاجة، الذكريات ديالو مشاو، وأنا كنأكد لكم أنه عمره ما غادي يفيق ويعرف شنو وقع، ماشي حيت ضعيف، لكن حيت اللي خدامين معايا مسحوا ليه داك الجزء من العقل باش يعيش في سلام. محمد قال بصوت مسروح. وإلا رجعت ليه الذاكرة، قالت إذا رجعات غادي نكون أنا هنا وغادي نحميه، وغادي نكون حاضرة باش ما نخليش يتأذى. أنا كنت كنسمع، كنحس بقلب ديالي كيتقطع، ما عرفتش واش نبكي ولا نهرب. كلشي وسط الجسم ديالي كان كيغوت. بقيتي تعترف ولكن ما بغيتيش تخسر كلشي. بقات المرا ساكته وشدت يدينا وبصوت فيه الدموع قديمه قالت غفرنا ليكم وحتى هو غفر ليكم بلا ما يعرف، خليوه ورجعوا لحياتكم، حيت الجرح تكفن وما خصوش يتفتح مره اخرى. بقينا ساكتين حتى بدا كيبان الفجر مع الشقوق ديال الكوخ. الضو خفيف ولكن فيه واحد الراحه غريبه، بحال الغيم اللي كان في قلوبنا بدا كيخفف شويه. انا خديت نفس عميق وشفت في عينيها وقلت ليها واش نقدر نطلب منك واحد الطلب. هزت راسها بلا كلام. وخنديو معنا عادل، نعطيوه فرصه يعيش حياه جديده ونكفروا على الغلط ديالنا. وحتى انتي راه الباب ديال دارنا مفتوح ليك، تعيشي في الدار ديالك بوحدك وتعيشي معزه مكرمه. سكتات، كانت كتقلب في عينينا وكانها كتقرا في قلبي، عينيها عامرين بالحزن وبالرضا. وقالت بصوت خافت بحال شي هضره خارجه من قاع الجرح. عادل، خودوه، ماشي حيت بغيت نتخلص منه، ولكن حيت هو محتاج يعيش، يضحك، يحب يكون عنده صحاب، ماشي يبقى هنايا مع الحيوطه والرطوبه والليالي البارده. سكتت شويه وزادت اما انا حياتي هنا، هذا الكوخ هو اللي سترني، هو اللي جمع شتاتي، وحتى اللي معايا كيعرفوني هنا. ما نقدرش نعيش وسط الناس، رجليا ما مولفتش تسحام، وحتى قلبي تعود على السكات. محمد بدا كيبكي وآمن حبس دموعه بصعوبة، وقلت لها شكرا على الرحمة ديالك، على الصبر، على أنك عطيتينا فرصة جديدة. شدينا عادل، كان كيشوف فينا وما فاهم والو، لكن في وجهه كانت واحد الابتسامة بحال ديال الطفل بدا كيفيق من الكابوس طويل. وهي بقات واقفة في الباب كتشوف فينا وحنا كنتمشاو، وشعرها البيض كيتلاعب مع الريح، وفي عينيها نور خفيف بحال ما بقاتش كتخلعنا. ركبنا في الطوموبيل، انا محمد وامين وعدنان. لا، عادل اللي رجع لينا من تحت الرماد كان ساكت كيشوف الطريق من الشرجم، وعينيه بحال شي بحيره مطفيه، بحال كيعيش بزاف ديال الاعوام في عام واحد. احداث، وجوه، اماكن، ولكن كلها مفكوكه في بعضها. انا هو اللي كنت صايق، وكان الصمت مخيب علينا كاملين، غير صوت الموتور النفسات ديالنا الثقيله. امين خرج التليفون وعيط للبوليس. السلام عليكم، لقينا صاحبنا اللي كان مختفي من 17 ابريل 2005، الاسم عادل الهاشمي. الشرطي على الخط كان باين عليه مصدوم، طلب منهم يتسناوه في الطريق، وغادي يجي فريق يتاكد ويتواصل مع العائله. من بعد انا شخصيا خديت التليفون وعيطت لواحد رقم كانت يدي كترجف وانا كنديرو. الو خالتي فاطمه، انا ايمن، انا وصحاب ولدك لقيناه. راه حي، عادل حي. السكات كان طويل، ما سمعت لا بكا لا صوت، غير تنهيده وحده كانت كافيه تحرق القلب. الحمد لله، فين لقيتوه؟ قلت له احنا جايين في الطريق، راه علمنا البوليس وغادي نوصلوا لعندكم. عادل دار وجهه ليا بشويه وقال بصوت خافت بحال شي طفل صغير. فين غادي بيا؟ انا ما عارف والو. فين انا؟ شكون انت؟ شديت يدو بنبرة كل طمأنينة. راجعي لدارك، رجعك الله من بعد عمر جديد، وغادي تبدا حياة جديدة، كل شي غادي يكون بخير. ورجع كيشوف السما وعينيه عامرين بالأسئلة. وحنا غاديين تاكن ورا ظهرنا السنوات من الذنب، وواجهين حياة جديدة ماشي كاملة ولكن على الأقل فيها بصيص ديال الغفران.
وصلنا المستشفى الجامعي في الرباط. البوليس كان كيتسنانا، والإدارة دايرة حالة طوارئ خاصة. عادي اللي كيتنقل في كرسي متحرك كان بحال الدمية، ساكت ما كيهضرش غير كيشوف في الأرض. دخلوه بسرعة لقسم الطب النفسي، والطبيب قال باين عليه فقدان ذاكرة جزئي والصدمات متراكمة، خصو متابعة دقيقة. وغادي نبداو التحاليل والفحوصات. الأم ديالو السيدة فاطمة جات على عجل، عيونها متورمة من البكا، ومن شافتو طاحت في الأرض. ولدي عادل، هذا انت؟ عادل شافها بحال كيشوف شي وجه من الحلم، ما عرفهاش، ولكن شي حاجة في القلب ديالو تحركت. شد يدها وقلب نبرة مخلوطة بالخوف والتوهن. ماما. وبدا كيبكي وهي كتبكي، وحتى حنا بكينا، انا وامين واحمد، ما قدرناش نوقفوا دموعنا. الطبيب خرج لعندنا وقال غادي يحتاج شهور من العلاج، ولكن راه لقى الامان ولقى العائله ديالو، ودي اول خطوه للشفاء ان شاء الله. انا كنت اخر واحد خرج من الباب الغرفه. شفت عادل وهو ناعس، وامه معنقه بحال شي طفل رجع للحضن الدافئ بعد البرد الطويل. في هذه اللحظه عرفت ان الماضي ما يقدرش يتنسى، ولكن ممكن نواجهه ونحاول نصلحه ما يمكن اصلاحه ولو بالقليل. رجعنا للحياة، ولكن عادل بداها من جديد. البوليسي اللي كان مكلف شرب من الكاس القهوة وبقى كيشوف الدفتر الملاحظات ديالو، ومن بعد قال لي عاودني دابا التفاصيل، كيفاش لقيتو صاحبكم؟ تنهات وبديت نحكي له. كنا في طريق الإفران، الطريق كانت طويلة وغريبة، وقفنا نرتاحوا في الغابة، وفجأة جات عندنا واحد المرأة كبيرة في العمر. قالت لينا ولدها مريض وطلبت منا المساعدة. في الأول ترددنا، ولكن مشينا، لقينا كوخ في وسط الغابة، ودخلنا ولقينا صاحبنا عادل اللي كان مختفي من سنين. البوليس رفع حجبانه وقال واش صاحبكم عاقل؟ قال شي حاجة؟ قلنا له ما عرفناش واش عاقل بصح، كان كيهضر بحال شي عايل صغير، وما عرفناش واش عاقل على الماضي. وصافي من بعد قررنا نديوه معانا، لكن المرأة رفضت تجي، قالت حياتها في الكوخ، واخا كانت باينه ماشي انسانه عاديه، فيها شي حاجه في شكل، شي حاجه خلاتنا كاملين نحسوا بالرعب. البوليسي شاف صاحبه وقال مشينا للغابه، فتشنا المنطقه اللي عطيتينا كامله، ولكن ما كان لا كوخ لا مرا لا اثار، بحال لا عمر كان شي حد تما. ديك اللحظه حسيت بقشعريره كدوز في ظهري، ورديت عليه عرفت انكم ما تلقاو والو، حتى حنا ملي فكرنا حسينا أننا عشنا شي حاجة خارجة على المنطق، وكأننا دخلنا لعالم آخر. المهم أن عادل رجع، أما واش المرأة كانت بشرية ولا شي حاجة أخرى الله أعلم. سكت البوليسي شوية وسد الدفتر ديالو وقال غادي نفتح تحقيق، ولكن القضية فيها شي حاجة ما مفهوماش، وخليو راسكم مفتوح لأي اتصال. خرج من الكوميسارية وانا حاير، طريق كوخ المرأة عادل كل شي بحال الكابوس. رجعنا منه، ولكن باقي الأثر فينا. رجعنا كلنا لبيوتنا، ولكن ماشي بحال قبل، شي حاجة تبدلت فينا، ماشي غير لأننا لقينا عادل، ولكن حيت تصادفنا مع سر تقيل وخطير، خلانا نحسو بثقل الضمير، وبقينا كنسولو راسنا واش فعلا سكوتنا كان الحل، واش الطفولة كتغفر كل شي، واش الخوف كيعطيك الحق تهرب من المسؤولية. الزمن كيدوز والماضي ما كيموتش، غير كينعس، كيجي نهار كيفيق فيه. القصة ديالنا علمتنا أن الهروب ماشي نهاية، وأن الصمت على الغلط راه بحالو بحال الجريمة. ولو كانت بدافع الخوف، ولا كنتي بحالنا وتحطيتي في موقع صعيب وخسرتي شي روح ولا طويتي شي صفحة بالدموع، ما تسكتش، واجه وطلب السماحة قبل ما الزمان يجي ويوريك الحقيقة بطريقة ما غتكونش سهلة. الحقيقة ما كتموتش، غير كتكبر وسط السكات حتى كتنفجر. وهنا تكون سالت القصة ديالنا. تلاقاو في قصة أخرى. تصبحوا على خير. أسطلويكم.